السلام عليكم. عليكم السلام. أول ما جيت الرياض سجلت بالحرس الوطني وكنت عريف، واستاجرنا شقة عزاب. قال لي أخوي وعيال عمي خذ هذه القطة وروح اشتري لنا مواعين وأغراض للشقة يوثثه كامل وكذا. قلت خلاص وأنا أخذ الفلوس. خذيت الفلوس وركبت الهلقس حقتي. تخبرون الهلقس اللي صار عليه نكبة حبشي والشلة وراع الشعل. ورحت لابن قاسم اللي وكاد يوم جيت حراج ابو قاسم وانا اشري مواعين وقدور وبريزات ودلال وفناجيل، وطلعن واجد بلشت بهم ما ادري وشلون اشيلهن هذول. وكاد يوم صارن واجد كذا بشيلهن عجزت. يا كلبشت يهبهب الظهر حق واحد متوفي مدري ميت. كنت بكم هالبشت هذا اللي عندي؟ كنت بكم هالبشت هذا؟ قال هذا ب15 ريال. قلت هاته وانا افرشه على الزفلت وانا احط بالقدور والبريزات والدلال وكل المواعين، وانا حزم والبشت من فوق المواعين هذه وانا اشيله فوق راسي المواعين اللي انقرشه، وانا اروح للهلقس وانا احطهم بالحوض. عاد عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهد، انتبهوا للبشت. السالفه كلها بهالبشت هذا حق هالميت، بس شكله مطنوخ. حرشنا الشقه وسوينا كل العزبه وكل شيء سويناه، وجبنا هندي يطبخ لنا. قلت للهندي راح اغسل ملابسي وهو ياخذ البشت معه. يوم جاب هالملابس من المغسله يمر معهن البشت يبرد. الظاهر راعيه هالميت ما هو بسيط الله يرحمه. كان جالس العصر راعي للتلفزيون وهو يجي اخوي اكبر مني ب5 سنين، واذا شفته تحسبه اصغر مني، شكله صغير ما هو كبير. وكاد وانا جالس هاللون يجي اخوي يمر مبنشر ويدين وسود. قال يا ولد هذه مي حاله، احنا ما عندنا واسطه ومدري شلون. قلت كيف ما عندك واسطه؟ انا طرالي البشت. قلت وش ما عندنا واسطه؟ الا عند قلت عندنا واسطه وش تبي بس انت ايش تبي؟ قال ابي نقل. قلت ابشر. قلت النقل عندي. ابشر والله بالنقل بس بشرط. قال وشو؟ قلت تسوق بي وما لك دخل. ما لك دخل. قال خلاص اسوق بك بس انت وين تبي؟ قلت ما لك دخل انت بس تسوق بي وما لك. وانا اطق البشت والبس الكنادر واسكر هذه. سكرت هذه زي هذا القيافة. لازم هو يكشخ الدحمي. انا واخوي انا عندي هلقس واخوي كابرس 83. احنا نركب ال83 الكابرس كشخه يعني. الكابرس اوجه واكشخ. يوم شاف انا اخوي لابس البشت قال اخس وين قلت انت ما تبي نقل انت؟ يلا امشي. هل وكاد وانا اركب على اليمين وعلي بشت هالمتوفي 15 ريال. يمين يا ابوي يسار وين النبي. وكاد حنا العصر حنا نجي واحد عميد عندهم عند اخوه هذا. قال هذا ما هو بيت فلان. قلت هلا هذا بيت فلان. انت ايش دخلك انت؟ قال انت بتنكبنا انت. قلت ما عليك انت بس سق واسكت ما لك الا نقل. الوكاد ما يبي يقف وانا افتح الباب وانا انزل. قلت ما عليك انت لبق هنا يا سواق لبق. يمر يراعون لي من الحوش الرجال مليان الحوش. الوكاد وانا اصير بفم الباب. يا ولد زارن ابليس من الغطرس ايام قلت بس كبرياي ما يسمح لي. انا من لبست البشت ولبست ابليس معه والله لا يبلى من الغطرس. تصدقون ما بغيت اسلم من الغطرس بس عاد سلم. اول ما دخلت وانا اسلم قلت وين ابن فلان؟ ابن فلان هو العميد. قالوا هذا هو. وانا اسلم عليه واسحب على الرجال الباقيين كبرياي ما انا دخلت جو الاماره بالبشت هذا. صرت متغطرس. انا ما بغيت اسلم على نفسي داخل بكنادري. هل هو كاد وانا اجلس بجنبه على النشداد وكذا، والشيبان كلهم قايلين هاللون يتحرون السالفه عنده سالفه اللي جاء. قال من معي؟ قلت معك الامير فريح كنادري لابسها من الغطرسي ما اقوى اجدعهن. ما اعرف انا بس البسها. هالوكاد اخوي جلس بالزاويه هناك. قلت له اقعد هناك ويقعد ويراول لي. واخوي يقول
قلت للعميد هذا، قلت يقولون انك تقوى تشيل اهل الملز تحطهم بالنسيم، واهل النسيم تحطهم بالملز. قال شلون؟ قلت وانا هبيك تنقل ابن اخي هذا من الملز للنسيم. قال خلاص وش تخص ورقمه؟ قلت كم؟ تعال ويا الربع السالفه نحسبه تخلص قبل المذن، طالت وعرضت ما خلصت، لكن اكملها لكم عقب الفطور. زعل خويي. صلينا وجينا والحمد لله، ودق علي واحد من قطر من الجماعه يقول انا طالبك تكمل. قلت خلاص ابشر نبي نكمل هذه. قلت لاخوي قم تعال واكتب رقمك. قال ما معي قلم ولا ورقه. قلت ما معك ورقه ولا قلم؟ شلون موظف ما معك ورقه ولا قلم؟ ما يصير. قلت له قهوجي جيب لنا ورقه وقلم، ونزل البريد ويروح يجيب لنا ورقه وقلم، احنا نكتب الاوراق واحنا نعطيه اسمه. كتبنا الاوراق وخلصنا، اعطيناه اسمه كل شيء. قلت ها متى ينقل؟ قال ان شاء الله بكره يجي علم ويصير خير ان شاء الله. قلت يلا اكرمكم الله. كتبنا الاوراق وخلصنا، اعطيناه اسمه كل شيء. قلت ها متى ينقل؟ قال ان شاء الله بكره يجي علم ويصير خير ان شاء الله. قلت يلا اكرمكم الله. يوم طلعنا من عنده يمسكن اخوي قال ليش تقوم تزامر علي عندهم؟ ويا رصعنا كالمخبص. قلت انا واسطتك الحين امير انا واخرتهم مخبص. جاء اخوي من بكره. قلت ها قالوا لك شيء ولا نقل شيء؟ قال لا ما قالوا لي. روح له وانت بشتك هذا. قلت يلا اروح له هالحين وانا اروح لحالي. هلو كاد وانا ارتب الكابرس وطق البشت وطق كل العوامل الشيخيه هذه وانا اروح يم. هلو كاد يوم قلطت عنده وانا اسلم زي امس، بس اسلم عليه الحال وانا كبرياي ما يسمح لي اسلم على هذولا كلهم. ما على ما جلست بجنبه وقلت ابن اخي ما نقل له العين يداوم بالملز. قال لي يبي له كم يوم. قلت ما في كم يوم، قل له فلان يداوم عند فلان وخلاص. قال خلاص خليه يروح يداوم عند فلان الفلاني. قلت خلاص يعطيك العافيه بالمكان الفلاني. قلت يعطيك. على ما جيت بقوم هو يدخل واحد من الشيبان، من شيباني انا من الجماعه قريب، ما توقعت انه يجي بالمكان هذا. هو يسلم الشايب اللي من الجماعه. قلت هذا والله النكبه، هذا وش جابه؟ هو يسلم عليه هلا فريح. قلت هلا وكاد انا جالس هنا، الشايب جالس هنا. قال وشلونك يا فريح؟ طيب. قلت بخير. وش علومك؟ وانا اسحب عليه من سحبت عليه انا من الغطرسه ويراعي لي هو يطير عيونه علي وانا كمان هالشايب يقدع وعيونه لي بس يراعي هالكنادر والبشت. وانا قلت هذا وش يبي؟ هذا ما يسري ما يولي هذا والله. قلت هالحين لو اطلع يبي ينشدوا منه هذا، يبي علمه وين موظف يدري موظف يقلع عن انا، ما هو اخوي يقلع عن انا الجده ولا هلو خاد. وانا اقوم اقدع ولا رعيل والشايب اخاف يجي بالعيد. يمر ما ادري وش اسوي انا بهالشايب هذا. وانا افكر فكري. قلت هالحين يبي يذن المغرب ويبون يقومون يتوضون، بمسكه بعلمه السالفه ولا يروح لهله ولا يشوف. هلو كاد اذن المغرب. يوم اذن المغرب ويقومون يتوضون وانا الحق الشاي. يوم جيت وقلت بالخير. قال الله وش عندك انت ما تسلم؟ قلت يا ابن الحلال انا قايل هذا اني امير. قال وين انشد انا الحين وش اعمل؟ قلت لا ينشدك انت وين تبي تصلي هنا؟ راح لحالك ولا شوف لك. قال ايه؟ قال يبي ينشد باكر. قلت انت وش تبي تجي باكر وعقب؟ خلي اخوي لين ينقل وبعدين تعال بكيفك عاد انت. قال خلاص يلا مع السلامه. وانا خلص من الشايب وانا اصلي معهم المغرب وانا ارجع للغطرس. اركب الميباخ. طلعنا من المسجد وانا سيده تناوش الميباخ الكابرس وانا اشغل. يوم قال ويو وعيله يشتغل وانا اقوم اتلفت هاللون يوم دخلوا الرجال كلهم وانا انزل وانا اقفله ومع الشارع امشي رايح. هلو كاد وانا امشي مشوة الطاووس بس ابي اللفه تجي. يوم لفيت مع اللفه وانا لف البشت و200. هلو كاد وانا اركب لي تاكسي وانا اروح للشقه. قلت ها داوم عند فلان ونقلتك.
يوم جاء الليل وحنا نرسل خوينا لنا ويشركون الميباخ هذا اللي فشلنا عند خرب الاماره كلها، يشركون وهم عاد الحين. انا البشت هذا السالفه قبل 26 سنه، والبشت محتفظون به وبوريكم اياه، والحين اكلته الارض عندي.